السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن الجورنالز، والجورنالز دي التمبلت اللي احنا هنعمل لها سيت اب بحيث ان المحاسب اللي شغال يقدر يشتغل عليها، سواء ديلي انتريز الكود اليومية اللي بتتعمل كل يوم، او فاتورة عايز يعمل فاتورة، فدي جورنالز برضو جورنال بتتعمل، او في فاتورة مورد، او في حركة بنك. فخلينا نبتدي كده. بسم الله نبدأ، بسم الله نستعين. accounting configuration، هندخل، احنا عملنا شورت في accounts وعملنا taxes. ندخل بقى على الجورنال. زي ما شايفين عندنا اصلا جورنال معمولة اللي احنا كريتناها او اللي كريتد اوتوماتيك علشان نعمل فيها الانتري بتاع الاوبننج بالانس. طيب احنا هنعمل ايه؟ هندوس نيو. احنا عايزين نعمل اول واحدة زي ما هو مديك مثال كده، كاستمر انفويس. هنقول له كاستمر انفويس. التايب عايزة ايه؟ سيلز طبعا، هنعمل بتاع فواتير يعني. شورت كود خليها اي ان في عشان يظهر لي كده رقم الفاتورة اي ان في 001 او زي ما هيظهر يعني، بس يبقى ايه البداية بتاعته اي ان في. طيب الديفولت انكم اكونت ده الاكونت اللي هيظهر في الحساب. طبعا احنا عايزين اكونت الريفينيو. ستارت تايبنج، لا احنا عايزين الريفينيو. هنا مش ظاهر حاجة. طيب خلينا نديسكارد كده لحظة، عشان كده في حاجة شاكك ان احنا عملناها غلط. مش غلط يعني، بس تعالى نشوف الشورت في اكاونتس. بص هنا بقى في التايب، هنا ظاهر كل الحسابات current assets. حتى لو نزلنا لتحت هنيجي كده. طبعا احنا هنقدر هنا من الارقام، احنا عايزين الريفينيو في الاربعة يعني. الريفينيو معمول كارنت اسيتس، فطبيعي لما تيجي تكاريت كاستمر انفويس مش هيظهر لك ان هو حساب انكم. طيب احنا ايه الحل هنا؟ طبعا هندوس هنا نغيره، نعمله انكم. سيف. بالمره بقى نعمل البنك والكاش عشان هنعوز نعمله. ده مش كارنت اسيتس، ده بنك. سيف يا حبيبي، مالك في ايه؟ ده بنك وكاش. وعايزين الحساب لو احنا نزلنا نعمل فواتير موردين هنسميها، نخليها على البروجكت كوست دي مثلا، نخليها دلوقتي ايه، خليها اكسبنس كده، او خليها كوست اوف ريفينيو. ماشي سيف. بس كده. تعالى بقى نرجع تاني كونفيجريشن، جورنال، نيو، كاستمر انفويس. التايب قلنا سيلز. فتح لنا بقى حاجة، فتح لنا حساب الريفينيو عشان عملنا انكم. نخلي بالنا من الحاجات دي، الحاجات الصغيرة دي هي اللي بتفرق. وهنا اي ان في زي ما قلنا. ندوس سيف كده. تمام كده اتعملت. لما نيجي نكريت فواتير يبقى عندنا دي، ده الديفولت بتاعها الكاستمر انفويس. تعالوا نعمل بقى واحدة للفندور، فندور انفويس، برشيز، مشتريات. الديفولت اكسبنس اكونت احنا فتحنا بروجكت كوست، بس احنا ممكن بعد كده نفتح يعني، هنظبط الشورت في اكونت التايب بتاع كل الحسابات عشان نقدر نشتغل يعني. وده نخليه ايه، نخليه برضو اي ام في. ماشي، مش عايزين حاجة هنا. سيف. Listeners operation column journal must be unique per company. طيب دي مشكلة، خلينا ايه نحلها. ان الحساب ده مكرر في شركات تانية، فهو كده يعمل ممكن ايه، هو بيتكلم ان الحساب كده ممكن يحصل دوبليكيشن عشان انا غالبا مكرره بنفس رقم. طيب خلينا نرجع ندي مثلا الكوست، او نرمي الاكسبنس، او نخلي فواتير الموردين يعني على حساب الصيانة. احنا هنغير كله بس دلوقتي، بس كده نخليها اكسبنس، نخلي ده الاكسبنس بتاعنا. تمام. سيف. لغاية طبعا ما نظبط ايه الحاجات دي كلها، والموضوع مش هياخد وقت يعني. طيب جورنالز، نيو، فيندورز انفويس، او فيندور بس انفويس، برشيز، اكسبنس اكاونت، اخليها مينتنس. سيف.
بس هو كل الشغل جاي في شورت كود اي ام في. انا بحاول ايه ما اطولش في الفيديو علشان ما تزهقوش. نفس الفكره عشان اعمل حساب. طيب سيبنا من الجورنالز دلوقتي، خلينا نعمل البنك وبعد كده نرجع لها تاني. طيب احنا عايزين نعمل بنك، مش كله كابيتال بنك. طيب وهنا بقى لما بنيجي في التايب بنختار البنك، الدنيا بتتغير، بيفتح لنا حاجات اكتر. طيب البنك اكونت احنا فتحنا طبعا حساب البنك عملنا له. الانكم بيمنت عايزها ازاي؟ هقول له يا باشا الاوت ستاندنج ريسيت بتاعتي عايزها في البنك، حساب البنك بتاعي. يعني بحيث ايه الاوت ستاندنج ريسيت، الاوت ستاندنج بيمنت، ان انا لما يجي لي بيمنت فانا عايز ادخل ادفع فاتوره مثلا، فلما بدوس باي يعني الفاتوره دي اتدفعت خلاص، يسجلها لي، يظهر لي حساب البنك على طول. تمام. ده في الانكمنج بيمنت. والاوت كومينج بيمنت برضو نفس النظام، بنك نفس حساب البنك. طبعا احنا عندنا بقى بنوك زي كيو ام بي وسي اي بي والكلام ده كله، وبنك مصري وبنك دولار. بنختار ايه؟ بنعمل جورنال للبنك المصري وجورنال للبنك الدولار، تمبلت يعني، بحيث ان انا لو جالي فلوس على البنك الدولار اعملها تبقى اوتوماتيك متسيفه على الجورنال دي. عايز حاجه تاني؟ اكيد عايز. هو هنا اداني بنك واحد، تعال ندوس سيف كده ونشوف. احنا بنستكشف، هو اكيد هيبقى عنده ايرور. سسبنس اكونت انا ما اعرفش بتاعتي الصراحه، ما يعني عمري ما استخدمتها. البروفيت واللوس اكونت دول لو في فوركس، لو حاجه بالدولار هل هيطلبها؟ لا ما طلبهاش عشان ما عنديش اصلا حسابات بالدولار. فتمام جورنال تمام كده. طيب تعالى بقى نرجع ايه للمشكله بتاعت اللي هي الفندور. فهنقول له نيو، اعمل لي بقى حساب جديد خالص 5000 نديله رقم كام؟ 199 مثلا، هو رقم اكبر كده، نسميه كده ايه؟ برشيزز وخليه يا باشا ايه؟ اعملوا لي اكسبنس. تمام وسيف. تعالى بقى نجرب. configuration journal new vendor invoice purchase INV. ممكن دي تبقى المشكلة برضو. INV-V vendor expense. هاتلي البرشيزز. تمام بس كده. وكده جهزنا الجورنالز بتاعتنا اللي هنبتدي بقى في الفيديو الجديد ان شاء الله نشتغل نعمل نكالة تعميل ونكالة فاتورة عميل، ونشوف احنا بنستخدم الجورنالز دي في حركات البنوك والفيندورز وكده. اسف جدا انا طولت عليكم، يا رب يبقى الفيديو عجبكم. وزي ما قلت لو في اي حاجه سيب لي كومنت، عندك استفسار، عندك اي حاجه، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.